يتجدد موعدنا معكم هذه الليلة لنصحبكم معنا في مواجهة جديدة تجمع ما بين نادي أربيل والديوانية في لقاء يستضيفه ملعب فرانسو حريري في أربيل ضمن حساب الجولة 24 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز. مواجهة مرتقبة لكلا الفريقين الطامحين لتحقيق علامة الفوز هذا اليوم، وما تأمله جماهير أربيل وجماهير الديوانية. أربيل الذي يتواجد في مناطق الوسط الدافئة يطمح لتحسين موقعه في سلم الترتيب وتحقيق الارتقاء والتقدم في لائحة الفرق. أما فريق الديوانية فإنه يأمل بالابتعاد والهروب عن مناطق الخطر المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. حسابات عدة بالتأكيد تحملها مفكرة هذه المواجهة اللي نطمح من خلالها أن نشاهد مباراة ترتقي لمستوى الطموحات المنتظرة والمنشودة. إذا أمطار ربيعية تهطل على مدينة أربيل هاولير هنا في ملعب فرانسو حريري، لعلها تكون أمطار الخير لأحد الفريقين. تشكيلة نادي الديوانية لمواجهة هذا اليوم: في حراسة المرمى مصطفى عذاب، في الدفاع محمد الباقر كريم علي نوري عقيل مهدي محمود عيال، للوسط محمد محسن سيف الدين ظاهر أسعد عبد الله خلف، وللهجوم مصطفى الأمين ومحمد جمعة. يقود الديوانية المدرب الأردني هيثم الشبول، بينما هنا الحكم الدولي السيد محمد سلمان، يساعد الدولي أكرم علي، ومساعد حكم ثاني قصي محمد، والحكم الرابع اياد زاحم، بينما مقيم الحكام الدولي السابق السيد لؤي صبحي أديب. اما تشكيله نادي اربيل تتالف: في حراسه المرمى حسين علي، لخط الدفاع هردي سيامنت، سعد حسن احمد وياسر سلام وكسرة بايز، وللوسط بارزان شيرزاد وفرانكو اوتوجو، وايضا راوا يوسف وسفين منصور، للهجوم عدنان ساميه وشيركو كريم. أكيد هي مباراة منتظرة من كلا الطرفين، وعلى بركة الله صافرة الحكم الدولي محمد سلمان الذي تعتبر له هذه المباراة 19 هذا الموسم في منافسات الدوري. متكافئة على الرغم من أننا لا نشاهد يعني محاولات حقيقية أو فعلية على المرميين. وهنا محمد حسن وسط طلع جوه تصويب، الله 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 الله، خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة من اللاعب المخضرم محمد محسن. محمد محسن مر وصوب كرة خطيرة مرت بجوار القائم. لاحظ اللاعب المخضرم محمد محسن اللي كانت هذا اللاعب بداياته مع نادي السماوة وأيضا مثل الشرطة، ينضم إلى وسط الميدان، يعود للخلف من جديد لأربيل لهاولير. عرضية هذه خطيرة لكن أقرب للحارس مصطفى عذاب، كانت خطيرة. إذن من السوري عدنان ياسين سامية، هذا اللاعب القادم من نادي الحرجل السوري. نعم، الآن ياسر سلام المتقدم إلى بارزان شيرزاد. بارزان ممكن هذه خطيرة، عرضية أيضا رأسية هي لكن سهلة للحارس مصطفى. كانت خطيرة من سفين منصور، أفضل لاعب كردستاني في أربيل، اختير في الموسم الماضي وهو قادم للفريق من نادي برايتي. لاحظ ارتقاء عالي. نعم، كان أربيل بعهدة التونسي طارق الجراية، ومن بعد المدرب الشاب أحمد مناجد الذي قاد الفريق لفترة قليلة. بينما شيركو خطيرة، ممكن الأول، جول 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 جول، راوا يوسف أحد الأسماء الشابة الذي لعب اليوم بشكل أساسي. وهنا أفراح وليلة أربيلية على مدرجات فرانسو حريري. إذا جاءت الحلول من قبل شيركو كريم عندما دخل ومرر كرة جميلة لروا يوسف الذي وضع الكرة على يمين الحارس مصطفى عذاب. أربيل يقتنص هدف التقدم، هدف السبق في اللقاء، وهو استحقاق. نعم، شاهدنا أربيل أفضل، لاحظنا
جهة اليسار لأربيل شعلة من النشاط، وهنا شيركو يؤكد هذه المحاولة والعرضية، وبالتالي راوى يوسف اللاعب الشاب. جاءت الحلول بأقدام راوى يوسف، اليوم يلعب بشكل أساسي راوى يوسف، يعني قد يكون على حساب حيدر قهرمان الغائب عن مباراة اليوم، وبالتالي هدف أول لأربيل. ما عالج نادي الديوانية هذه الثغرة الموجودة، ولا زالت الثغرة حاصل. نعم يعني شيركو اليوم عامل عمايل من جهة اليسار، وبالتالي الثاني ممكن. الله، لاحظ هذه تصويبة قوية لكن ممتازة الحارس. والله روى يوسف، خلينا نشوف يعني هل روى يوسف وأريحية جيدة مقارنة مع فريق نادي الديوانية الذي سيسعى للتعادل على أقل تقدير وسط أجواء صعبة هنا في ملعب أربيل. وعرضية هذه خطيرة لكن على كل، وممكن الثاني سفير منصور. الله ثاني أربيلي هدف ملعوب جميل على الزاوية البعيدة. إذن مواهب مدينة أربيل، وهنا يظهر من جديد سفين منصور ولعب كرة على الزاوية البعيدة، وبالتالي نادي أربيل يحرز الهدف الثاني قبل انتهاء الفصل الأول من اللقاء. هدف مستحق، هدف ملعوب وجميل بعد دربكة في منطقة الجزاء. وهنا سفين منصور أسماء أربيلية ومواهب شابة. روى يوسف، سفين منصور، بالتالي تؤكد الأفضلية والأحقية للمشاركة في هذه المواجهة بشكل أساسي. لاحظ هنا علي نوري ومطالبة بلمس اليد، وراحت كرة. لاحظ سفين كيف تعامل، وركن الكرة على الزاوية البعيدة للحارس مصطفى عذاب، وهدف التقدم، الهدف الثاني في المباراة. وهنا المهمة تبدو صعبة جدا على فريق نادي الديوانية للعودة إلى اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني. إذن تقدم أربيلي مستحق بواقع هدفين دون مقابل. كان الفريق أفضل من ناحية الانتشار واستلام زمام المبادرة وزمام الأمور، وبالتالي هنا بكل أريحية وأفضلية هاولير يتقدم بهدفين دون مقابل. يكون هناك معطيات كثيرة في الشوط الثاني. عبد الله خلف ممكن تقليص الفارق، إذا جاء هدف تقليص الفارق الأمور قد تكون جيدة نوعا ما لفريق نادي الديوانية، لكن صافرة الحكم الدولي محمد سلمان ياسين عدنان سامية، والتمرير لكوسرة بايز. هنا العرضية قد تكون خطيرة جول ممكن، مرت خطيرة على شباك الديوانية، كانت خطيرة من بارزان شيرزاد ظهير اليمين المتقدم. صوب هذه الكرة الأخيرة لكن ارتدت من دفاعات الديوانية. لا زالت الأمطار تتهاطل على ملعب فرانسو حريري. أسعد عبد الله صاحب قدم يسار، الله، تصويبة قوية من أسعد عبد الله. نعم شاهدناه تألق هذا اللاعب في الموسم الماضي مع الصناعات الكهربائية، وسجل أيضا مع الصناعات في أكثر من مباراة، لكن ممتازة للحارس الشاب حسين علي حارس منتخبنا الأولمبي. تصويبة قوية بقبضة اليد، إبعاد من حسين علي القادم إلى الفريق من نادي كربلاء. هاولير هكذا الجماهير تصدح بالحناجر لمساندة الفريق الأصفر، بينما هنا كرة حمراء ديوانية. لاحظ التصويب، ممكن الآن أن يتم التصويب. الجول، الله، حلوة من أسعد عبد الله، صاحب تصويبات قوية، صاحب قدم يسار قوية، وشاهدناه من خلاله جاءت الركنية وعادت الكرة، وخطرة كانت في الوهلة الأولى، وفي الوهلة الثانية تهيأت بشكل أفضل وبشكل مناسب ليترجم هذه الكرة الموهوبة الشاب الواعد أسعد عبد الله، وهدف تقليص الفارق في وقت مناسب، وقت جيد
وقت ممتاز للديوانية إذا أراد العودة لأجواء اللقاء، وإذا أراد اقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير. قد تكون زيارة مثمرة من خلال العودة بنقطة من أرض أربيل الخصم العنيد. لاحظ هنا ارتدت من الدفاع، وبالتالي لاحظ كيف استحوذ على الكرة وخيار التصويب. هدف التعادل من خلال هذه الكرة تلعب من الأمين. الله، حلوة يا حسين يا علي. أنقذ الكرة في الوهلة الأخيرة، خطيرة كانت لصالح نادي الديوانية، ولا زال المسلسل الهجومي لفريق نادي الديوانية مستمر من الجانب الآخر. والعرضية هذه خطيرة. الله 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 على هذه المتعة والإثارة والتمرير والتصويب الجميل والإبعاد الأجمل. الله الله الله. نادي الديوانية يقدم دقائق جميلة، دقائق ممتعة، دقائق مثيرة. والله الأحمر الديواني قريب من التعديل إذا بقت الأمور على هذا المنوال. لكن لاحظ كيف أخرج الحارس حسين علي هذه الكرة. تعملق. لاحظ علي نوري، لا محمد جمعة، وممتاز حسين علي 10 على 10 مع عدة أسماء. وهنا خلينا نلاحظ جمالية هذه الكرة. لاحظ مصطفى الأمين، لكن ممتاز الحارس بقبضة اليد ومن أعلى نقطة أبعد هذه الكرة. ولاحظ هنا الكرة الهوائية. الله الله، والله لو كانت هدف لتصنف يعني من أجمل أهداف الجولة، وقد أيضا تدخل في خانة أجمل الأهداف لهذا الموسم. عبد الرؤوف عبد الله، والذي جاء بمعية هيثم الشبيب. أربيل وهجمة خطيرة هذه، ممكن الثالث. الله الله الله، تصويبة قوية تعملق بها الحارس الشاب مصطفى عذاب. إذا من أمام سفين منصور يقتل طموحات سفين بإضافة الهدف الثالث لإحراز الثنائية في هذا اللقاء. لاحظ كيف تعملق هنا مصطفى عذاب. لاحظ الله، ردة فعل سريعة ومناسبة وسريعة. لاحظ سفين منصور، التقدم واضح الآن والاستحواذ لصالح نادي الديوانية. أسعد عبد الله يمرر، ولا زالت خطيرة، ممكن التعادل. جول! أنس مالك. الله 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 الله، أنس مالك، هذا هو البديل الذي أراد من خلاله نادي الديوانية إدراك هدف التعادل. نعم، أنس مالك يأتي بهدف التعادل. بالهدف الثاني هدف مستحق لكتيبة نادي الديوانية الذي قدم شوط ثاني أداء جيد، طابع هجومي، وأيضا خرج من المناطق الدفاعية وعاد بقوة إلى مجريات الشوط الثاني، مجريات المواجهة. إذن الديوانية يقلب الطاولة على نزار محروس وعلى كتيبة أربيل ليعم الهدوء الآن في مدرجات ملعب فرانسو حريري. الجماهير مذهولة من هدف التعادل بعد أن خرج أربيل بتقدم وأريحية خلال مجريات الشوط الأول بهدفين دون مقابل. هنا الديوانية يباغت ويقلب الطاولة ويلعب بشكل جيد وجميل. مخزون البدني، بينما أنور مهدي أيضا يشارك رقم 8. وهنا ركنية خطيرة، هذه خطيرة. هادي سيامان المتخصص بالكرات الرأسية. أربيل لا يسمح لنادي الديوانية بالعودة بنقطة التعادل، بينما هو يبحث عن الفوز بمساندة ومؤازرة ومظلة جماهيرية كبيرة. أربيل صاحب المواقف الحاسمة. هادي سياماندا الكابتن، أكثر اللاعبين خبرة. حيدر حسين يعني سوى تبديلات دفاعية من أجل الحفاظ على النتيجة، لكن يا دوب دخل كرار. ولاحظ هيردي سياماندا لاعب المخضرم، قائد دفاعات أربيل الكابتن. إذا قد يكون هو انتصار جديد لنادي أربيل. وهنا شيركو كريم وشيركو ممكن
شيركو ممكن على موعد مع الرابع وركلة جزاء. نعم نادي أربيل سيكون على موعد مع تسجيل هدف رابع في هذا اللقاء بواسطة المهاري شيركو كريم الذي عمل فاصل مهاري وتمكن من مراوغة مدافعي نادي الديوانية ليعرقل في ساحة منطقة جزاء الديوانية. نعم كانت عرقلة قد تكون نعم واضحة وصريحة من لاعب الارتكاز اللاعب المخضرم محمد محسن. نعم محمد محسن ارتكب خطأ وكانت عرقلة واضحة على شيركو كريم. إذن المباراة ذاهبة بالتمام والكمال لنادي أربيل. إذن الوقت المباراة انتهى وهنا الوقت المحتسب وبالتالي ممكن جول مروان حسين. نعم يكلل جهود فريق نادي أربيل بإضافة الهدف الرابع. إذن الهدف الرابع لصالح نادي أربيل عن طريق مروان حسين يترجم هذه الكرة من ركلة جزاء وبالتالي هدف رابع لفريق نادي أربيل. 4 أهداف ملعوبة وجميلة لنادي أربيل. إذن هكذا احتفالات جماهير أربيل. وهنا اللاعب المخضرم مروان حسين لاعب منتخباتنا الوطنية وأندية الزوراء والشرطة والطلبة، يعني هذه قدموا له هدية ركلة الجزاء لمروان على أساس أنه شارك في الدقائق الأخيرة وهو يبقى اسم كبير من مهاجمي الكرة العراقية. وبالتالي المباراة تنتهي بفوز عريض بفوز كبير لصالح نادي أربيل ب4 أهداف مقابل هدفين. أحبتي المشاهدين كان معكم ميثاق الزريجي في وصف هذه المباراة. انتقالا من جديد للزميل علاء هيكل وضيوفه الكرام.